السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جاي نعمل مع بعض كده تفريز البصل. هنعمله كده بطريقه سهله وبسيطه خالص، وهنعمله بثلاث اشكال كمان، اشكال مختلفه كده. هنقول اول حاجه، هنقول بسم الله، وهنجيب معانا كده كميه البصل اللي احنا هنفرزها. زي ما انت شايفه كده، بنكون شايلين من عليها القشره، وبنكون غسلينها كويس جدا ومنشفينها كمان. وبنبدا بقى نقطعها اول شكل كده معانا، اللي هو الجوليان زي ما انت شايفه كده. وده طبعا بنستخدمه في كذا حاجه، ممكن بقى تستخدميه في صينيه البطاطس، ممكن تستخدميه في صينيه الفراخ. بصي، ليه استخدامات كتير جدا. ممكن تستخدميه كمان في تشويح الكبده والكلاوي والحاجات دي كمان. فالشكل ده مهم جدا بالنسبه لي، وطبعا هيوفر معايا وقت ومجهود كتير جدا زي ما انت شايفه كده. وعايزه اقول لك كمان ان انا فرزنا قبل كده، عملنا تفريزات قبل كده للثوم. وعايزه اقول لك ان في ناس كتير جدا جربت الطريقه وعجبتهم جدا تفريزات الثوم بتاعتي. فيا رب كده كل اللي يجرب يشوف الفيديو يجرب الطريقه بتاعه تفريز البصل تعجبه، ويقول لي كمان في الكومنتات ايه رايه فيها وعجبته ولا لا. وكمان هقولك ازاي ما تخليش البصل ريحته يبقى ليه ريحة في الفريزر، وكمان ما يبقاش لونه وطعمه ما يغيروش معانا كمان لما تيجي بعد كده تستخدميهم في الاكلات بتاعتك. طبعا هنا ده كان الشكل بقى التاني، اللي هو انا عايزه البصله تبقى ناعمه خالص. دي بتنفعني في حاجات كتير جدا. طبعا بتتبلي لحمه بيها، بتتبلي فراخ بيها، بتستخدميها كمان في الكفته، كمان في اللحمه المفرومه. ممكن كمان في الطبيخ كمان. بصي، بيبقى ليها استخدامات كتير جدا البصله الناعمه دي. طبعا عشان كده هتلاقيني انا كمان مكترة فيها كده شوية، علشان انا بستخدمها كتير. هي اكتر شكل انا بستخدمه صراحة في الاكلات بتاعتي. صلوا على النبي يا جماعة، عليه أفضل الصلاة والسلام. واشتراكي في القناة، طبعا ده فضلا وليس أمرا. الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا رب كده الفيديوهات اللي احنا بنقدمها لكم تكون بتعجبكم، وتكونوا كمان بتستفادوا منها. ومستنية بقى كل اللي يجرب الوصفة، طريقة التفريز البصل، يقول لي عجبته ويقول لي رأيه في الكومنتات كمان. هنا انا زي ما انت شايفه كده، انا كنت بعمل كميه زي ما انت شايفه اهو. طبعا انا مش هحط عليها اي حاجه خالص. في ناس بتحط عليها ملح، في ناس بتحط عليه زيت. طبعا انا صراحه ما بحبش احط على اي حاجه بحطها في الفريزر بحط عليها ملح او اي حاجه. لا، ما بحطش عليها حاجه خالص. انا بحطها زي ما هي كده في الكيس بتاعها، وبطلع منها الهواء بس، وبحطها في الفريزر وبس على كده. عايزه اقولك بقى ان هي لا بتغير طعم، ولا بتغير لون، ولا بتعمل ريحه في الفريزر، ولا اي حاجه خالص. جربي الطريقه دي وهتدعيلي بجد. لان الحاجات دي، يعني الطريقه دي سواء بتاعه التخزين البصل او تخزين الثوم، انا ماشيه عليهم بقالي سنين وبعملهم بقالي سنين. وطبعا كل اللي اخد الوصفه والطريقه مني بيجربها وصراحه بيشكرني عليها جدا. فانتي جربي الطريقه دي هتعجبك جدا جدا. اهو زي ما انت شايفه كده، احنا خلاص كنا عملنا الشكل الناعم. هنعمل بقى القطع الصغيره. طبعا انا حبيت اعملها في الكبه علشان تسهل معايا العمليه شويه، ما حبيتهاش اقطعها على ايديا. طبعا عندك في الكبه بتاعتك بيبقى فيه رقم واحد ورقم اتنين. رقم واحد ده لو انت عايزاها تبقى متقطعه حتت صغيره كده، اما رقم اتنين لو انت عايزه تنعميها. فانا طبعا عملت طبعا اللي هي دي، علشان دي طبعا احنا بنستخدمها بقى في المحاشي، في الحواوشي، في حاجات كتير، في الرز كمان. لو انت عايزه تعملي الرز بتاع الصياديه او رز السمك، بتبقي عايزه النوع ده من البصل. فاحنا عملنا 3 اشكال كده حلوين جدا زي ما انت شايفه اهو. انا بوريهم لك كده. هنعبيهم بقى هنا في الاكياس اهو. مش هنحط عليهم حاجه خالص يا جماعه، ما تحطيش عليها اي حاجه خالص. انت بس بتحطي على قد الطبخه بتاعتك، علشان ساعة ما بتطلعيه من الفريزر تحطيه على طول على النار. ما بتخليهوش يبرد بره الفريزر خالص او يفك. طبعا دي خطوة مهمة جدا، ان انتي بتطلعي من الفريزر بتستخدميه على طول على الاكل، ما بتسيبهوش يفك خالص. فعشان كده انا بقولك حطي على قد الطبخة بتاعتك. يعني ما تحطيش كمية كبيرة عشان ما تسيبيهاش تفك بره التلاجة بره الفريزر، وبترجعي تحطيها تاني في الفريزر تاني. ده بيبقى غلط جدا يا جماعة.
فانت بتحطي على قد الاكله بتاعتك بالظبط اهو. اهم حاجه ان انت بتطلعي منها الهواء زي ما انت شايفه كده، وبتحطيها كده خلاص، تحطيها في الفريزر على طول اهو زي ما انت شايفه كده. طبعا الطريقه سهله وبسيطه خالص، وطبعا لكل الناس كمان اللي حابه تشوف الفيديو بتاع تفريز الثوم هتلاقيه عندك على القناه. انا برضو مفرزه الثوم كان من فتره برضو، عايزه اقولك طريقه تحفه زي طريقه البصل بالظبط، حلوه جدا. ممكن تخشي تشوفيها على القناه اهو. طبعا مستنيه بقى تعليقاتكم الجميله ولايكاتكم كمان. وبجد عايزه اقولك ان تفريز البصل ده من الحاجات المهمه جدا جدا بجد. لو انتي مستعجله بيوفر معاكي وقت حلو جدا. الطريقه سهله خالص زي ما انت شايفه كده. طبعا لكل الناس اللي البصل بيضرب معاها وبيبوظ في الحر ده، دي طريقه برضو ان انت تحافظي على البصل بتاعك وتستفادي منه. بجد حلوه جدا الطريقه، سهله وبسيطه خالص خالص، ومش هتاخد منك وقت خالص خالص. وبصي زي ما انت شايفه كده، عملنا من كميه بسيطه، شوفي عملنا كميه بصل قد ايه.